طيب بناء على رغبه الجماهير العظيمه الوايلد كارد، ناس بدات تخبط معاها خالص، وناس الرانك بتاعها كان عالي نزل، وناس ضربت معاها في لعيبه ما كانتش معروفه اصلا، وصلاح عطلان، وديخيا ما بيعملش كلين شيت، وبوجبا واوبامينج ماينس، وحاجه كده نيله. فرجعنا ليكم بحلقه الوايلد كارد في الدور الثاني. لكن قبل ما نبدا في حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى وهي ان نزل اول امبارح تقريبا حلقه عن ماتش ارسنال وتوتنهام وما اتشافتش تقريبا لحد دلوقتي. مش عارف الناس نايمه ولا ايه، بس المهم انكم تنزلوا تشوفوا الحلقه، هتلاقوها هنا او في الاي هنا او هنا، وقول رايك فيها عادي. هتلاقيني بتكلم فيها عن توتنهام وارسنال في 8 دقايق بس، فيعني كويس يعني اتفرج عليها. الحاجه الثانيه طبعا هو اننا عشان اتكلم في الوايلد كارد فمحتاج ساعات طويله، فقررت ان نقسم الحلقه لحلقتين، حلقه للمدافعين والحراس وحلقه لخط الوسط والمهاجمين. وحلقه النهارده هنتكلم فيها عن حراس المرمى والمدافعين. فلو عجبتكم حلقه النهارده وعايزين حلقه ثانيه لخط الوسط والمهاجمين، انزل اعمل لايك عشان نوصل الفيديو ده ل 100 لايك، واول ما الفيديو يوصل 100 لايك هينزل الجزء الثاني الحلقه على طول. فمن غير كلام كتير يلا بينا نخش في التفاصيل. بداية حراس المرمى. طيب خلينا نحط بادجت معين كده لحراس المرمى قبل ما نبدا. هو مثلا بالكتير قوي 10 مليون، ولو تعدى الرقم ده يبقى 10 و2 او 10 و3 بالكتير قوي عشان نقدر نستثمر في قدام. فخلينا متفقين ان ال 10 مليون تخص حراس المرمى بس. وهنا بقى هنلجا لخيارين. الخيار الاول هو انك تعتمد على حارس واحد بس ويكون حارس اساسي وبيعمل كلين شيت كتير وبيعمل صدات كتير وما تجيبش معاه حارس تاني. والمقصود انك ما تجيبش معاه حارس تاني، انك تجيب مثلا حارس تاني او حارس ثالث لو ما بيلعبش هتلاقيه ب 4 مليون بس مثلا، وتفضل معتمد عليه طول الموسم. اما الخيار الثاني فهو انك تجيب حارس تقيل نسبيا مع حارس احتياطي ليه وتفضل تبدل فيهم طول الموسم. وده هياخدنا لسكتين. نبدا بالسكه الاولى وهي حارس واحد بس اساسي، وبصراحه في المكان ده ما بشوفش غير حارس واحد بس هو اللي يصلح للاعتماد عليه طول الموسم. اكيد هو اليسون بيكر. انا واحد من الناس اللي من الجوله الخامسه تقريبا معتمد على اليسون لحد النهارده، ومعاه الحارس الثالث بتاع كارديف، فبالتالي طول الموسم بلعب باليسون بس. والراجل بصراحه ما اثرش معايا خالص، صدات وكلين شيت وكل حاجه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا يبعد عنه الاصابات، ما اتصابش طول الموسم ولعب كل ماتشات ليفربول. لو جينا نبص للحارس ده على المستوى التكتيكي هتلاقي انه غير شكل ليفربول الموسم ده. ليفربول كانت بتعاني الموسم اللي فات مشكله خط الدفاع اتحلت بوجود اليسون وفان دايك اللي هنتكلم عليه في فقره المدافعين اكيد، لكن الحق يتقال ان اليسون غير شكل ليفربول فعلا الموسم ده. حارس عالمي بكل المقاييس. اما على المستوى الفانسي فهتلاقي انه لعب 29 ماتش قدر يعمل فيهم 17 كلين شيت، والفرق بينه وبين اقرب منافس ليه هو 4 كلين شيت. مش بس كده لكن كمان قدر انه يجمع 144 نقطه وهو افضل حارس جمع نقط لحد دلوقتي في الفانسي. فبصراحه خيار كويس جدا جدا. لو هتجيبه ما تجيبش حد ثاني جنبه. اليسون سعره غالي شويه، هو 6 مليون، لكن انت ممكن تجيب جنبه حارس ب 3 و9 او ب 4 بالكتير، وكده تبقى عملت البادجت اللي هو 10 بالظبط، وتلعب باليسون طول الموسم وما تشغلش دماغك بقى. طب الحاجه الثانيه بقى لو احنا عايزين نجيب حارس تقيل برده ومعاه حارس احتياطي، برده دي هنقسمها لطريقين. لو جينا نبص على الطريق الاول هنلاقي فيه ايدرسون حارس السيتي اللي شايفه احسن واحد بيلعب برجله في البريمير ليج، ولو خدت بالكم عمل اسيست في الدور الاول. وده طبعا مش غريب على جوارديولا انه دايما بيحب ينتدب الحراس اللي بتلعب برجلها كويس، وده شفناه في اول ما جه السيتي راح جايب كلاوديو برافو من برشلونه، لكن مقعده دلوقتي دك. المهم ان ايدرسون ارقامه كويسه جدا الموسم ده، 28 ماتش قدر يجمع فيهم 14 كلين شيت، يعني تقريبا نص الماتشات اللي لعبها، بالاضافه انه قدر يجمع 124 نقطه وسعره 5.6 بس، يعني ارخص من اليسون ب 400,000 تقريبا. حارس يعتمد عليه كتير خاصه انه بيلعب في السيتي، متصدر الدوري الانجليزي. ده بالنسبه لك هيكون الحارس الاساسي، لكن هتجيب معاه حارس احتياطي فبرشح لك جدا باتريسيو، حارس ولفرهامبتون او وولفز كما يقولون البعض. حلوه كما يقولون البعض دي. باتريسيو الموسم ده ارقامه كويسه جدا خاصه انه طالع من الدرجه الثانيه، فقدر انه يعمل 7 كلين شيت ويجمع 93 نقطه، رقم خرافي طبعا بالنسبه لحارس في فريق زي ولفرهامبتون لسه طالع من الدرجه الثانيه زي ما قلنا. لو جيت تبص على الاثنين اللي اخترناهم اللي هم ايدرسون وباتريسيو هتلاقي سعرهم 10 و1، يعني ما بعدناش عن بادجت ل 10 تقريبا، فده ثاني خيار ممكن تعتمد عليه في حراسه المرمى الموسم ده. الخيار الثاني في الحته دي برضه هو هوجو لوريس. لوريس الموسم ده قدر يعمل 10 كلين شيت ويجمع 115 نقطه، كمان سعره مش غالي قوي، هو سعره 5.5 بس. الموسم ده بصراحه قدم مستويات كويسه جدا خاصه مع الفرق المقدمه، فزي ما شفنا المستوى اللي قدمه في ماتش ارسنال الجوله اللي فاتت وقبل كده في ماتش مانشستر يونايتد. فبصراحه حارس يعتمد عليه جدا كحارس اساسي، لكن لازم يكون معاه حارس احتياطي. الحارس الاحتياطي هوجو لوريس هيبقى فابيانسكي، حارس لحد دلوقتي قدر يعمل 6 كلين شيت ويجمع 113 نقطه. عارف انه مش من الحراس اللي يعتمد عليها، لكن اصبر عليا بس. ماتشات فابيانسكي الجايه كويسه جدا، فهتلاقي عنده هدرسفيلد وكارديف وايفرتون، يعني مفيش ماتش تقريبا مع فرقه من التوب 6، فده كويس جدا وممكن تعتمد عليه، خاصه انك هتجيب معاه كمان هوجو لوريس. فابيانسكي لحد دلوقتي سعره 4.7 وهو وهوجو لوريس مع بعض سعرهم 10.2، يعني برضه ما بعدناش عن البادجت كتير. فبالتالي لحراسه المرمى انت كده بقى عندك 3 اختيارات، اما انك تجيب اليسون بس وتعتمد عليه ومعهوش حارس احتياطي، او تجيب ايدرسون وباتريسيو مع بعض، او هوجو لوريس وفابيانسكي مع بعض، ودول تقريبا افضل حراس مرمى يعتمد عليهم وافضل حراس مرمى عندهم ماتشات كويسه الفتره الجايه. لكن للامانه في حارس تاني مجمع نقط كتير ومملوك بنسبه كبيره، لكن انا عن نفسي ما بفضلوش، وهو ايسريدج حارس كارديف. ايسريدج حارس كويس جدا جدا جدا، لكن مشكلته ان فرقه كارديف اصلا منظومتها الدفاعيه مخرومه، فهي تاني اضعف خط دفاع في الدوري بعد فولهام 57 جول، لكن برغم من كده الراجل قدر يجمع 116 نقطه ويعمل 6 كلين شيت، اللي اخرهم كان الماتش اللي فات. ايسريدج في ناس كتير بتشتريه وناس كتير بتفضله، لكن انا عن نفسي ما بفضلوش. لكن برضه لو عايز تبص
تبص عليه بصه هو سعره 4.7 بس. فشوف انت بقى الجزء الثاني من حلقه النهارده وهو المدافعين. طيب بدايه كده خلينا نمسك اقوى خط دفاع في البريمير ليج الموسم ده وهو ليفربول. استقبلوا لحد دلوقتي 15 جول بس، واقرب منافس ليهم هم مانشستر سيتي وتوتنهام ب 30 جول، يعني فرق 15 جول كاملين، مش بس على مستوى كلين شيت لكن كمان مدافعينهم هدافين وبيعملوا اسيستات كتير، وده شفناه في ماتش واتفورد طبعا. فبدايه عندنا 3 مدافعين من ليفربول لازم يكون في تشكيلتك واحد فيهم. خلينا نمسك مدافع. اولا هو روبرتسون، اكتر واحد عمل اسيستات في ليفربول الموسم ده ب9 اسيست، وثاني واحد بعديه هو محمد صلاح ب8 اسيست. روبرتسون الموسم ده ارقامه مرعبه بصراحه، فزي ما قلنا عمل 9 اسيست وكمان 17 كلين شيت، وقدروا نجمع لحد دلوقتي 168 نقطه، لكن لحد دلوقتي ما سجلش ولا جول في البريمير ليج. بس الراجل بصراحه لو ما عملش الكلين شيت هتلاقي عمل لك اسيست، يعني قليل قوي ما هتشوف روبرتسون طالع بنقطتين بس زي باقي المدافعين. سعره 6.8 والماتش الجاي عنده بيرنلي، فالكلين شيت بنسبه كبيره مضمون وممكن تبص لك على اسيست كمان. يجي بعده على طول ترينت الكسندر ارنولد. ارنولد ارخص شويه من روبرتسون وسعره 5.4 بس، قدر لحد دلوقتي انه يجمع 162 نقطه من خلال 6 اسيست و12 كلين شيت، وجاب جول وحيد وكان جول عالمي بصراحه. ايوه هو بتاع واتفورد. قبل ما نتكلم عن المدافع الثالث خلينا نمسك ارنولد وروبرتسون نتكلم عليهم شويه. من وجهه نظري الشخصيه انا بفضل الاثنين دول بسبب ان هم اظهره وبيلعبوا على الاطراف فبيتقدموا كتير. اما فان دايك فهو قلب دفاع ما بيتقدمش بس غير في الكرات الثابته والركنيات، فنسبه ارنولد وروبرتسون ان هم يتقدموا ويعملوا اسيست او حتى يسجلوا جون قريبه منهم جدا، على عكس فان دايك تماما. لكن ده ما يمنعش ان فان دايك افضل مدافع في البريمير ليج الموسم ده، 29 ماتش في اقوى دوري في العالم مفيش حد قادر يعمل عليه مراوغه واحده صح، لكن الرقم ده اتكسر امبارح طبعا بفضل الظاهره اندريا جوميز. مشكله فان دايك انه جه في زمن اندريا والله. فان دايك ارقامه مرعبه لحد دلوقتي، 121 نقطه من خلال 3 اسيست و3 اجوال و16 كلين شيت، وكمان سعره 6.6، الثلاثه من افضل مدافعين الموسم الحالي كله. لكن خلينا نتكلم في نقطه مهمه، الناس اتقسموا في اختيار المدافعين دول الاثنين، اما انه بياخد مدافع واحد بس او انه بياخد اثنين، والاثنين لهم مساوئ ولهم مميزات. المساوئ طبعا ان لو كلين شيت راح على واحد فبالتالي هيروح على الثاني، والمميزات ان لو كلين شيت راح لواحد هيروح للثاني. انا عن نفسي معايا مدافع واحد فيهم هو روبرتسون، اللي بالمناسبه الوحيد اللي ما خرجش من تشكيلتي مع خيمينيز من اول الموسم، فانك تاخد واحد من الثلاثه دول في تشكيلتك ده شيء مفروغ منه. لكن لو هتاخد اثنين فانا عن نفسي بفضل ارنولد وروبرتسون، لان الاثنين زي ما قلنا اظهره وبيتقدموا كتير، لكن برضه لو خدت واحد فيهم مع فان دايك فخيار مش وحش جدا. طيب ثاني فرقه هنتكلم عليها وهي مانشستر سيتي. سيتي الموسم ده ثاني اقوى خط دفاع مع توتنهام ب 30 جول، لكن بصراحه ما برجحش انك تاخد منها مدافعين، وده طبعا لعده اسباب كتير، اهمها طبعا هو الروتيشن اللي جوارديولا بيعمله كل ماتش، فمره تلاقي مندي ومره كامباني ومره دانيلو ومره اوتاميندي، وكمان في الوقت الحالي مصاب ستونز ولابورت اللي هو افضل مدافع فيهم مفيش شك. فمن وجهه نظري مدافعين من السيتي بلاش، والمدافع الوحيد اللي ممكن تاخده من السيتي هو كايل ووكر. كايل ووكر الموسم ده قدر انه يسجل جول ويصنع جول ويعمل 12 كلين شيت، ففعلا لو بتفكر في مدافع من السيتي ما برشحش غير كايل ووكر بس. طيب نتكلم بقى على فرقه زي مانشستر يونايتد. اسمع مني وخدها نصيحه، بلاش مدافعين من يونايتد خالص الا لو هتجيبهم على امل انهم يعملوا اسيست بس، وده لاسباب كتير، اهمها ان يونايتد على المستوى الهجومي جامده بس، وعلى المستوى الدفاعي كل ماتش لازم تتعور في جول، لو كسبت 5 بيدخل فيها، لو كسبت 3 بيدخل فيها، لو كسبت 2 بيدخل فيها. فلو بتدور على مدافعين عشان بس الكلين شيت فمانشستر يونايتد مش محبذه خالص، اما لو عندك امل ان حد فيهم يعمل اسيست فساعتها القرار ليك انت. ونفس كلام مانشستر سيتي ينطبق على توتنهام، ما برجحش مدافع فيهم غير تريبير بس، اللي قدر الموسم ده انه يعمل 8 كلين شيت، يعمل 6 اهداف وسجل جول، والجوله اللي قبل اللي فاتت جاب جول في نفسه قدام تشيلسي، في نفسه خد بالك. مدافعين الفرقه اللي بعد كده هم تشيلسي. الونسو كان بادئ موسم كويس جدا وقدر انه يجمع نقط تخطط نقط خط الوسط والمهاجمين كمان ب 41 نقطه في اول 4 ماتشات بس، لكن تدريجيا بدا ينهار ومستواه بيقع تماما. ونفس الكلام ينطبق على ديفيد لويز اللي من وجهه نظري مشطب كوره من كاس العالم 2014. لو في مدافع واحد بس يعتمد عليه من تشيلسي هو اسبليكويت، 12 كلين شيت، جول و5 اسيست، وسعره كمان 6.3. ممكن يكون غالي بس هو فعلا افضل مدافع في تشيلسي على الاقل في الوقت الحالي. فرقه ثانيه عايز اتكلم عليها وهي وولفرهامبتون او وولفز كما يقولون البعض. لا حلوه يعني. وولفز مدافعينها بصراحه الموسم ده مقدمين اعلى اداء، فاول واحد لازم نتكلم عليه طبعا هو دويرتي. لكن تتخيل انه بيلعب في وولفرهامبتون وسعره 5.5 لكن ارقامه مرعبه، 6 كلين شيت، 6 اسيست و3 اهداف، يعني مفيش بعد كده بصراحه، من افضل مدافعين البريمير ليج الموسم ده. وجنبه على طول يجي ريان بينت اللي يقال انه مصاب، ده طبعا لو بتفكر في حد من وولفرهامبتون وكمان ارخص من دويرتي. بينت الموسم ده قادر يعمل 6 كلين شيت ويعمل 3 اسيست، لكن لحد دلوقتي ما سجلش ولا جول. الاثنين دول ماتشاتهم الجايه كويسه جدا، بغض النظر عن عندهم الجوله الجايه تشيلسي، لكن بعد كده عندهم ماتشات كويسه، بيرنلي وساوثهامبتون وبورنموث وواتفورد وفولهام، يعني عنده 5 ماتشات كويسين جدا وممكن تشوف فيهم كلين شيت واسيست. فرقه ثانيه ممكن نتكلم على مدافعينها وهي ليستر سيتي، وطبعا طالما قلنا ليستر سيتي ومدافعين لازم نتكلم على ريكاردو بيريرا، 104 نقطه قدر فيهم انه يعمل 7 كلين شيت و7 اسيست ويسجل جولين، ارقام كويسه جدا لمدافع بيلعب في ليستر سيتي، وكمان سعره رخيص هو 5.4 بس. لكن لو برضه عايز حد من ليستر سيتي وسعره ارخص شويه فممكن تبص على ماجواير اللي قدر الموسم ده انه يسجل 4 اجوال ويعمل اسيست واحد ويعمل 7 كلين شيت. لو بتفكر تبص على مدافعين من ليستر سيتي فالاثنين دول مفيش افضل منهم بصراحه. كمان ماتشاتهم الجايه كويسه جدا، عندهم فولهام، في برايتون، في بورنموث، في هيدرسفيلد، 4 ماتشات على الاقل هيعملوا 2 كلين شيت فيهم. طيب في مدافعين ثانيه فرقها مش كويسه قوي لكن ممكن نعتمد عليهم على فترات، واولهم طبعا هو دافي مدافع برايتون. دافي الموسم ده قدر انه يسجل 5 اجوال، يعمل 3 اسيست ويعمل 6 كلين شيت، ارقام كويسه جدا على لعيب بيلعب في فرقه زي دي، جمع 97 نقطه وسعره 4.7. ويجي جنبه على طول وان بيساكا. وان بيساكا الموسم ده قدر انه يعمل 3 اسيست ويعمل 9 كلين شيت، لكن لحد دلوقتي ما سجلش ولا جول زي روبرتسون. لكن وان بيساكا بيتفوق في حاجات كتير قوي، اهمها ان معظم البونص اللي بيروح لكريستال بالاس غالبا ما بيصب في مصلحه وان بيساكا، فمدافع كويس جدا لازم تبص عليه. قدر لحد دلوقتي انه يجمع 89 نقطه وسعره 4.5 بس. اخر مدافع عاوز اتكلم عليه هو هوليباس مدافع واتفورد. هوليباس الموسم ده قدر انه يجمع 95 نقطه وسعره 4.8. قدر في كل الماتشات اللي لعبها انه يسجل 3 اهداف ويعمل 7 اسيست ويعمل 5 كلين شيت، ارقام مش كويسه لا ارقام خرافيه على لاعب بيلعب في واتفورد اصلا.
وزي ما قلنا الثلاث مدافعين الاخر دول ممكن تكمل بيهم الفرقه مثلا، وزي ما قلنا برضه كويسين على فترات. وبكده يكون انتهى الجزء الاول من اختيارات الوايلد كارد الخاصه بالمدافعين وحراس المرمى. وزي ما قلنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نوصله ل 100 لايك، لان اول ما يوصل ل 100 لايك هينزل الجزء الثاني بتاع خط الوسط والمهاجمين. واخيرا ما تنساش ان انت مش عامل اشتراك في القناه تنزل تعمل سبسكرايب من تحت او من هنا، ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا او هنا، ولو عايز تدخل دوري القهوه هتلاقي الكود هنا او تحت في الديسكربشن، وحاسب على مشاريبك قبل ما تمشي. ولحد ما نشوف بعض الحلقه الجايه، سلام عليكم.